مؤقت. ما انت هكذا ياك يا الزواج يا الكاشيات، غير الخساره معك. انت الترجيل والحباس ماليش. السلام عليكم خالتي، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. توضيح برك، شوف راه مبداو ازلام من قنوات العار كما ياسين وجماعه قاعيتك يديروا للراي العام، يوضحوا لهم على الحركه تاع الماك هذيك يحطوها. وراهم يوضحوا للناس وراهم يفهموهم بلي هذيك ماشي كذا. لانه اليوم في البرلمان الجزائري هضروا على الفيلم تاع الدراما تاع الخنز هذاك وطلبوا باش يوقفوه، يعني فهمني. لكن الاسلام تاعهم راهم يوضحوا للناس باللي هذا الفيلم الواقع ومنه وكذا. المطالبه ماشي، شوف المطالبه الشعب ماشي على جال الحركه تاع الارهابيه هذيك، لا، على جال الانحلال الاخلاقي. يعني احنا قلنا ونعاودوا، يعني راكم تقولوا للناس كيفاش الصغار يبيعوا الزطله وكيفاش يخبوا الكاشيات وكيفاش امراه بالحجاب يعني يتمثل الدين الاسلامي والقيم والاخلاق، كيفاش تبيع تحت لتحت، تشويه للسمعه للمراه الجزائريه والمجتمع الجزائري بصفه عامه. احنا والشعب كامل يطالب باش يوقف فورا، ومعاقبه ماشي يوقف برك، معاقبه المتسببين في هذا العمل الاجرامي ان صح التعبير، يعني ماهوش عمل عادي ولا فهمني. كما ياسين ياسين وجماعتك وكما يقول لك معبد امون، كما عندكم معبد امون في الباطوهات تاع الزيكو، ما كانت توضحوا الراي العام. الرؤيه راهي واضحه، الرؤيه هذا فيلم درنا العار ودرنا تبهديل في شهر رمضان المعظم. هكذا ما كان تجي تقول لا لو تبعثوا الاسلام تاعكم يكومونتو هذا الفيلم يهضر على الواقع والفيلم حق. ماشي واقع. انا خاوت ناس ما يبيعوش الزطله، ما يبيعوش الكاشيات، امراه في امر السيستم ما تقولش الاخر، فهمني. احنا الاخلاق والقيم تاعنا تحترم، واذا كان بعض الشباب او بعض البنات عندهم الاسلوب هذا احنا خاطئين، احنا ما يمثلوناش هذوك. ياسين ومعبد امون تاعك بربي ان شاء الله يتهدم على راسك ان شاء الله باذن الله. يا كبس لاسوي جايه. السلام عليكم، تحيه الجزائر دوله والشعب. نزيد نوضح لكم، هذو اصحاب المسلسلات راهم حطوا شراو بعض الصفحات الكبرى، عطاوهم مبلغ يعني اذا رسميا عطاوهم مبلغ لترويج المنتوج السم تاعهم في المجتمع الجزائري باش يوضحوا الراي العام. دائما نقولها باش يوضحوا لهم بهذا الفيلم الواقع وكذا. كاين بعض الصفحات الكبرى في الجزائر راهم يروجوا لهم بطريقه غير مباشره، يعني كما يقول لك بطريقه غير مباشره. يعني المطالبه إقالة وزير الاتصال فورا، وجماعة مسلسل يتحاسبوا كامل كما راحت العصابة سيدي محمد وما تكرهوا سيدي محمد، باش تكون ضربة يد من حديد، باش كل واحد سول نفسه أنه يضرب القيم والأخلاق والعقيدة والمعتقدات والتقاليد الشعب الجزائري ما يزيدش يفكر فيها نهائيا. لأنه هذا المسلسل راح يفتح الباب كما يقول لك الكثير من الأبواب، فتح لهم الباب، يلا ادخلوا مرحبا بكم. هنا لازم الدولة تضرب بيد من حديد، ما كاش نقاش نهائيا، لازم فورا وفي اقرب الاجل وماذا بينا فورا يتوقف هذا المسلسل، لانه لا سكتوا على هذا الشيء راح نشوفوا كوارث في عرف الجيران ولا الناس اللي راهي تنبح في اوروبا وفي الاخر. ثم خلاص ما كان نزيدوا نريبوندو عليهم ولا ندافعوا على بلادنا ولا سي بون خليها من الداخل. وياسين ما نقولش اسم اللقب تاعك، ياسين انت المعبد انت هو امون، انت يا صاحب المعبد امون اللي تبثوا احد الباطوهات في قناه العار. هكذا باش نفهموا مليح، ما كان تروج لنا خويا وما كان الاخر. روح تكبس مع سكانبو وطفي الضوء، روح طبل واش تحلو في الاخر. فاهم انت ما تمثلناش باسكو انت تجيب لنا شارلومونتي، تجيب لنا بيلو، تجيب لنا شابه صباح الدنيا، وين كان عاهره وين كان فاسق وين كان فاجر وين كان خنز، انت تستضيفه وتلمع الصور تاعو مقابل مبالغ ماليه تحت لتحت ومقابل بعض الامتيازات. صوره واضحه. اقاله وزير الاتصال، محاسبه جميع المخرج السيناريست الممثلين، ما نقولش على الصغار ولا على الاخرين، كامل يتحاسبوا. والسلام عليكم وتحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر دوله وشعب.